ازيك يا ابو الابطال؟ النهارده الفيديو دمار. فجهز الشبشول في الشهر ويلا بينا نبدا ضرب النار. بس قبل ما نبدا الحكايه انا عاوز اعرف احنا هنكمل حكايه السحر الاسود من عند الحته اللي كانت حول فيها. فلو انت مش فاهم حاجه فروح شوف الجزء الاول ويلا بينا نكمل الحكايه. بنكمل حكايتنا لما بلو بيقول اسف لان كنت صعلوقه. بعد كارين بتقول له لا كانت بتهزر بس، وبتقول الماء بتاعتك عامله ايه دلوقتي؟ بلو بيقول لها هي هتكفي بس الاهم من كده انهم قادمون. مش بتكون فاهمه حاجه وبتقول قصدك على مين؟ بيبصوا من البلكونه وبيلاقوا شخص غريب بيمسك الراجل بتاع المزاد وبيقولوا ابتعدوا عن طريقي ايها الحمقى. بعد كده بيضحكوا وبيقول ان حجر المانا هو ملكهم. بعد كارين بتقول من هؤلاء الرجال. الجنود بيقول للشخص الغريب انه لازم يرمي سيفه ويتراجع لوراه. الشخص الغريب بيقول ان لازم يتراجع فعلا هم وانتم ايها الاوغاد. بعد كده في حاجه غريبه بتحصل والكل بيمسك راسه من كميه الالم. بس مرة واحدة الكل بيتضرب وهو بيقع على الأرض، وبنعرف إن ده كله بسبب الشخص اللي معاه. الشخص الغريب بيقول حقا الآن كنت حاسس بالملل الشديد لدرجة أني لم أكن أستطيع الانتظار أكتر، وبيقول إن هو هياخد حجر المانا دوت دلوقتي. بعد كده حد بيمسك إيده الشخص الغريب بيقول من أنت؟ وبيقول في سر إنه عنده ودان وحش. الشخص التاني بيتك على إيده أكتر والراجل بيصرخ من كمية الألم وبيقول أنت مهلا تلك القفازات، هل أنت ساحر من الجمعية؟ الناس بيكونوا مصدومين وبيقولوا أذنان وحش وزي كان هناك سحر مشهور بهذا الشكل في الماضي. شخص تاني بيقول أنا حاسس لو كان من الجمعية، وبيقول إنه هو كلب الجمعية المطيع لانوستي كلب الصيد. لانوستي بيتعصب وبيقول كلب الصيد من ذلك الوقت الذي يناديني بكلب الصيد. الشخص اللي كان مع الراجل بيقول أيها الأوغاد الحقيرون من الجمعية، وبيقول موت أيها الحقير. هو بيضربه بالسلاح اللي كان معاه بس لانوستي مش بيكون حصل له أي حاجة خالص، والاتنين حرفيا بيكونوا مصدومين للغاية. لانوستي بيقول هاي أيها السيد، هذا الشيء قد أذى أذنائي كما تعلم. الاتنين حرفيا بيكونوا يعملوا على نفسهم من كتر الخوف. بتقول كنت أظن أن نتعامل مع مجرد فزاعات، إذا لديك ورقة رابحة في جعبتك. وبتقول بس سحر من الجمعية ده مش متوقع أبدا. بلو بيقول آنسة رين انظري جيدا، تلك إنها الساحرة التي كانت مع ذلك الرجل في ذلك اليوم. رين بتقول إذا هل يمكن أن يكون؟ لانوستي بيقول جميع السحرة الموجودين هنا استمعوا جيدا، أعلم أنكم متحمسون لحجر المانا النادر وعالي الجودة، بس إذا تصرفتم بتهور فستكون لعاقبة وخيمة. ومن دلوقتي استنوا بهدوء لحد ما المزاد يخلص، ومن دلوقتي أي حد هيلمس حجر المانا أو يفكر بس إنه يسرقه سيتعين عليه التعامل معي شخصيا. ودلوقتي بعد ما الكل فهم بس قبل ما يكمل كلامه بيكون حجر المانا اتسرق، وبيقول حجر المانا لقد اختفى. الراجل بتاع المزاد بيقول هناك، والشيك بيكون مع الحجر وبيكون فوق التمثال. لانوستي بيقول شيك مون ماذا تفعل؟ وشيك بيقول أشعر بهن هنا بالتأكيد. لانوستي بيكون فاهم حاجة وبيقول أنت قصدك على إيه؟ شيك بيقول بلاكي هذا ما تبحث عنه صحيح، إذا كنت تريد تعال وخذه. وبيقول إذا لم تخرج سألتهمه وحدي. الناس بيكونوا فاهمين حاجة وبيقولوا من بلاكي، وبيقولوا شيك مون من الجمعية ما الذي يحدث مع الحجر المانا؟ رين بتقول بلو هل بلاكي الذي يتحدثون عنه هو أنت؟ بلو بيكون ساكت وما بيتكلمش خالص. رين بتعرف فعلا إنه هو بلاكي، وبتقول من خلال النظرات التقنية شكل الأمور مش هتبقى سهلة، وبتقول أفضل إنهم ينسحبوا. بلو بيقول لا يمكن التخلي عن المهمة بسبب شخص مثل الغبار كهذا. رين بتقول له غبار، بيقول لها غبار أحمر. رين بتتمسخر وبتقول حسنا نجد حل للأمر. الناس بيقولوا إنهم كانوا جايين عشان يشوفوا حجر المانا الثمين بس مش كانوا متوقعين إن حاجة زي كده تحصل. بعد كده في بنت غريبة بتعدي من عندهم، بننتهي عند شيك مون وهو بيقول أنت لست خائفا على الإطلاق، وبيقول هل تقترح لعبة الغميضة؟ بعد كده لانوستي بيقول شيك اوقف هذا الجنون وانزل حال. شيك مون بيقول ايها العجوز عليك ان ترحل الان، انت تعوقني. لانوستي بيقول انت عاوزني حقا ان اوريك الجحيم. بس مرة واحدة وبدون اي سابق انذار التمثال اللي كان فوق شيك مون بينهار مرة واحدة وبيقع على الارض. لانوستي بيقول ما هذا الان؟ والتمثال لما بيقع بيعمل غبار كبير في المكان ومحدش بيكون فاهم اي حاجة. بعد كده في بنت بتطلع ما بين الغبار وبنعرف ان هي السيانة اللي كانت موجودة في الفصل الثالث لو انت فاكرين. بس بيسألها اذا كان دوت من فعل،
وبتقول أنا جيت للمشاركة في المزاد بطريقة عادلة حتى أنني أحضرت قطعة فضية واحدة. هي البت دي تحسها غبية شويتين بس هتشوف قوتها في الآخر يا صديقي. بنكمل ونصتي بيقول ماذا يمكنك أن تفعلين بقطعة فضية واحدة؟ سيانا بتقول لكن أنت تدخلت قصدها على شكمون. بيقول أنت وشكمون بيقول لا أنت الوحيدة التي دخلتي. بعد كده شكمون بيقول هيا الورا المجنونة. بينتهي الوضع عند بلو ورين. ورين بتقول من أين ظهرت تلك ذات الشعر الأزرق؟ بتقول أنا مش عارفة هي هتدينا قد إيه وقت بس دي فرصة كويسة لينا. صحيح يا بلو بس بتلاقي بلو مركز على شخص معين. بعد كده بلو بيقول لها بالطبع بيكون مركز مع الشخص اللي اسمه بروكس ريفينج وده الشخص اللي السيد كان قال عليه. بعد كده بلو بيضحك وبيقول أخيرا وجدتك. بعد كده بننتقل عند شيكمون وتسيانا بتهجم عليه. بعد كده لما بتيجي تنطلق هو بترفع سيفها عشان تضربه. مرة واحدة هو بيمسك السيف بإيده وتسيانا بتكون مصدومة. شيكمون بيقول هؤلاء الأوغاد الذين لا يعرفون مكانتهم يتجمعون يزعجونني. بعد كده مرة واحدة عيلته بتتجمع في المكان وبيرمي تسيانا من قدامه. تسيانا بتخبط في الحيطة بس بعد كده بتقوم تاني وبتقول اسمي هو تسيانا. وشيكمون مش بيكون فاهم هو قصدها على ايه. استخدم التقنية اللي بلو برضه بيعملها وبتقول استيقاظ. شيكمون بيقول انت مفكرة لما تستيقظي هيحصل فرق بس تسيانا بتتعصب وبتقول انت استعد وبتنطلق على شيكمون بسرعة جبارة. بعد كده بننتهي عند الأميرة ومساعدها وبتقول انظر تسيانا لقد استيقظت. بس المساعد بيقول الأفضل إن احنا نمشي دلوقتي مفيش أي خيار تاني عشان المكان هيبقى خطر ومش هقدر أحرسك. وبيقول نمشي قبل أي حاجة تحصل. والمكان عمال يتدمر أكتر والكل عمالين يخلوا في المكان بس في ناس بيسألوا عن حاجة يمنى وبيقولوا هو فين. بعد كده في بنت بتقول أنا متأكدة إن أنا رأيته يسكت هنا. بعد كده الناس بيقولوا ابعدوا عن طريقي وبيضل ندور على الحجر بس مش بيلاقيه. بس بعد كده بننتقل عند بلو وبيقول هناك الكثير من الناس بما أن الجميع مشغول بحاجة المانع الآن هو الأفضل وقت وسط هذه الفوضى. وبيقول كيف يمكن كشف الشعار على ساقيه دون إثارة الشكوك. وبيقول هل خلع بنطلوني هو الحل الوحيد. وبيقول لا خلينا نفكر ممكن يكون في حاجة تانية. وبيقول فين حاجة المانع بحق الجحيم. بعد كده بيكون في شخص عمال يدور على حق المانع ومش لاقيه. بعد كده بيروح يكلمه وبيقول ان الراجل لابس رجوانية هو مخبي الحجر في سرواله. بعد كده الراجل بيروح له بيقول انت هناك هل اخذت حجر الماء؟ بعد كده بلو بيقول هل هذا يعمل فعلا بس بروكس بيعور الراجل في ايده وبيقول ايها الوغد كيف بحق الجحيم اكتشفت ذلك؟ بلو بيقول تبا كنت على وشك الهروب حجر الماء طلع معاه فعلا. بعد كده بيقول هل سرقت حجر الماء حقا؟ بروكس بيقول الآن بعد أن أصبح في يدي لن ألبسه أبدا. وبيقول اسمي هو كلوك وبيستخدم برضه بنفس المهارة بتاعت بلو. وبيقول استيقاظ وبيقول استمع جيدا أيها الأحمق حجر الماء أصبح في يدي بالفعل لذا أي شخص يستهدفه سيموت. وبيرمي بقى شوية كرات على الراجل عشان يقتله بس بلو بيظهر وبيصدى للضربة. بعد كده بلو بيقول أتساءل وبيهجم على كلوك في ساعتها. بلو بيكمل كلامه وبيقول عن ذلك لن يكون الأمر سهلا. بس بعد كده بننتقل لشيكمون وتسيانا بتهجم عليه تاني بس بتتعصب لما بتلاقيه مش بيبص لها وبيبص لبلو. لما بتيجي تهاجمه مش بيكون معبرها بالجزم. بننتقل عند بلو والراجل بيقع على الأرض وبيقول ما هذه الهالة السوداء. وبيقول هل يمكن أن يكون الساحر الأسود؟ كلوك بعد كده بيقول لن أسلم حجر الماء أبدا إنه ملك. بلو بيقول كيف يكون حجر الماء ملك؟ على العموم دوت مش اللي أنا عاوزه. بعد كده بيلاقي هالة حمراء من فوقه وبيكون مستغرب ايه الهالة الحمراء ديت. بس مرة واحدة من عند الهالة ديت بيسقط سيف. طبعا بلو مش بيكون فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط وبيقول ما الذي يحدث بحق الجحيم. بس في ضربة بتيجي وهو بيعرف يتفاداها بس مرة واحدة شيكمون بيقدر انه يمسكه وبيقول لبلو مرحبا يا بلاكي. بلو بيقول شيكمون بس بعد كده المكان بيتكسر اكتر والكل حرفيا بيكون مرعوب والكل بيدنهم يجروا عشان مش ينصاب. بعد كده عند سيانا لما هي كانت بتقول هذا مؤلم حتى سيفي أخذ بعيدا وبتقول في المرة القادمة لن أخسر أبدا.
بعد كده بنشوف كلوكو على طول بيقوم وبيدنوا يجري وبيقول حجر الماء ملك، والناس بتقول له توقف إنه يهرب بحجر الماء. بعد كده بيجهز كله في ايده وبيقول أيها الصغار التافهون، وبجهزها بعد كده وبيضربها عليهم وبيقول ينبغي للضعفاء أن يعرفوا حدودهم. بعد كده في بنت بتيجي وبتقول يا السحر كلك، هل كنت تظن أن الجميع أضعف منك هنا؟ وبتضربه بالبوكس بس بيقدر يصد الضربة، وبيكون في أشخاص تانيين موجودين عشان يساعدوها، وبيكونوا محوطين كلوك من كل مكان. فيا ترى هم يقدروا يهزموه ولا ايه؟ بنروح عند الناس وهم بيقولوا السحر الأسود موجود ويحارب في شيك مون. بعد كده لابس بيقول السحر الأسود وشيك مون، وبيقول المبنى سينهار. بعد كده بيشوف واحدة وراه بيقول لها رون أين والدي؟ وبتقول له غادر جلالته الأول. وبيقول أنا كمان المفروض إن أمشي المكان أكتر أمانا. ويقول لكن المعركة بين الساحرة الأقوياء، أريد مشاهدة هذا النزال. بننتقل عند رينو وبتفكر انتهى الأمر بهذا الشكل، وبتقول إنه حقا شيكمون لا ظهوره هنا لم يكن متوقع، واللي بتقول ديت كانت المفروض تكون مهمة مرخصة، عشان كده مش جابت كرات المانا لتشدد المانا. وبتقول كل ما المعركة زادت كل ما الصعوبة هتزداد على بلو. بننتقل عند بلو شيكمون. بعد كده بلو بيقول دعني أكون واضح، ليس لدي أي نية لقتال. شيكمون بيقول له حقا. بلو بيقول نعم، هدفي ليس الحصول على حجر المانا في المقام الأول. وبيقول أنت مش جاي هنا عشان تحمي حجر المانا أساسا بناء على ما قال زميلك سابقا. وبيقول إذا نضع بعضنا البعض جانبا، هذا الشيء الذي فوق رأسك، أزل تلك الدائرة السحرية السخيفة. شيكمون بيقول له لا أريد، سواء كان هدفك حجر المانا أم لا يهمني، لقد كنت أبحث عنك منذ ذلك اليوم بينما كنت مشغولا بالاختباء في أوبيون، وبفضل ذلك قمت بالتحقيق في كل حادث متعلق بك وكل مهمة قد تقبلت، لكنك لم تكن موجودا في أي مكان. بلو بيقول هلا أنني كنت مشغول بتوزيع التوقيع وسرقة السراويل للناس. شيكمون بيقول الآن أنت، وبيهجم عليه بسرعة خاطفة للأعين، بس بلو بيقدر إنه يصد الضربة بصعوبة. شيكمون بيقول لذا أرني ذلك مرة أخرى. وبيقول في ذلك اليوم المشهد الذي أصابني بشعريرة، وبيقول قبل أن أقتلك. بعد كده بيجهز ضربة كمان، وبلو مش بيكون قادر إنه يستحمل أكتر من كده، بس بعد كده مرة واحدة المكان بيبدأ إنه ينهار والناس بيكونوا خايفين جدا، وبتكون في طوبة هتسقط على شخص من الأشخاص، بس ناس في آخر لحظة بيكسر الطوبة ديت بإيديه وبيقدر إنه ينقذ الراجل. وبيقول ذلك اللاعين شيكي هل يخطط لتدمير كل شيء هنا، رؤيته كيف كان يتحدث كثيرا. وبيقول المسجد قرب ينهار خالص. بعد كده بننتقل عند كلوك، وبيقول ما هذا بحق الجحيم، ما الذي تعتقد أن تفعله؟ وبيقول أعد لنا حجر الماء. وبيقول ماذا يحدث؟ أين تخفى حجر الماء؟ وبيقول أيها الأخوات بجدية، بس بعد كده الراجل بيصور عليه وبيقول السروال، حجر الماء في سرواله. كلوك بيقول ما هذا الهراء، والكلب بيوصل عشان ياخد حجر الماء. وبيقول أيها الأخوات هذا غير صحيح، لا تقتربوا. بننتقل بعد كده عند شيكمون، وبيكون ماسك الجاكيتة بتاع الساحر الأسود، بس يا ترى هو كده مات ولا إيه؟ ولا معاه كده صديقي؟ لا والله، بيكون أصلا مستخبي في أحد البلكونات. وفي بنتين أول ما بيشوفوه بيكونوا مصدومين إن الساحر الأسود قدام. بلو بيقول لهم إنهم يمشوا من المكان ده عشان المكان دلوقتي بقى خطر. بلو بيقول من يقتل؟ كم هذا مقتحم. وبيقول لي أضيع المانة بتاعتي في قتال ملوش لازمة. وبيقول لما بفكر في الأمر السيد مش بيديني غير مهام غريبة بس. وبيقول هل كان هذا بسبب الرجل؟ شيكمون بيقول لو أنت مش عاوز تقاتل في حاجة اللي هحتاج إن أنا أخليك غصب عنك تقاتل. وبيقول إذا تخلصت من القمامة الذي هنا ستغير رأيك. وبيكون قصده على الناس الموجودين عنده، بس الناس بيكونوا كلهم مصدومين. وبيقول ما هذه الدائرة العملاقة. حتى كلوك بيكون مصدوم وبيقول ما هذا بحق الجحيم. بيجروا والناس بيقولوا ابقى في مكانك. وكلوك بيقول أيها الأوغاد المجانين انظروا إلى الأعلى. وبيقول لا يهتمون بالأمر، إذا وصلت الركض فقد. بس مرة واحدة بلو بيوقفوا وبيقول اخرجوا من هنا فورا. وبيقول إن كنتم تقدرون حياتكم أكثر من حجر الماء فغادروا الآن، لأن هذا المكان سينهار قريبا. وللأسف بتخلص كده حلقتنا للنهاردة، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد، وسلام سلام سلام.